هات العربية هات. الفيديو ده نزل والدنيا قامت، ما قعدتش، ناس تصور وناس تشير وناس تقير، اكن خلاص مفيش غير محمد صبحي والسواق بتاعه. وبعد ما كان الناس بتدعيله من كام يوم فاتوا، دلوقتي بيدعوا عليه وشايفينه ظالم وطاغ. حتى ابن السواق يقال انه ركب الترند ودخل على الخط، وبقى النت كله والتيك توك مليان فيديوهات من النوع دي. مين اللي قال الدنيا دي وصية فيها عبيد مناكيد وفيها السين، سوانا رب الناس سواسية. والدنيا دارت على محمد صبحي، وبعد ما كان بيهزر على موضوع القلم بتاع عمرو دياب لما ضرب ولد بالقلم، بقى هو نفسه محل هزار وسخريه. عارف عمرو دياب عمل ايه؟ يا ريتها جت على قد الهزار وكده، لا دي الناس كمان بقت تدعي عليه. واحد يقول له ربنا ينتقم منه، واحد يقول له متعالي وغير سوي، وواحد يقول له حسبي الله ونعم الوكيل، واحد يقول له انت كل عمرك كده، اكنه هو ابن خالته وعايش معاه طول عمره. واللي يستشهد بآية كريمة ويقول له ألا لعنة الله على الظالمين، اكن خلاص محمد صبحي ما بقاش محمد صبحي، بقى محمد هتلر. ناس مش راحمينه ومصورينه على اساس ان هو فرعون، بس لو بتتكلم بصراحة راجل كان لسه تعبان وخارج، وكان محطوط في عناية مركزة، وغير انه هو معدي ال70، يعني ممكن يكون اعصابه تعبانة، ده غير الناس حواليه ولا اكتر من 20 30 40 شخص كاتمين على نفسه. فممكن تكون الظروف هي اللي خلته يعمل كده، ممكن يكون فعلا ما كانش صائب في اختيار رأيه، لكن ما كانش بإيده. وبصراحة شكل السواق اتأخر عليه ياما لدرجة انه كلم حد يستنجد بيه. اللي اسمه سليمان سايب العربية ومشي. قول له جنب العربية اسمه سليمان سايب العربية ومشي بسرعة يا سلوى عشان الناس ما. وانا ما اقدرش اقول لك مين الغلطان ومين مش غلطان لاني ما كنتش واقف معاهم، بس على الاقل حاولت انقل لك الصورة كاملة. تسألني ما اللي انت عملت الفيديو ده ليه؟ بصراحة انا لقيت الموضوع منتشر قلت اركب الترند. وما تنساش ان الحلقة دي كانت وجهة نظر طازة ومستوية وغنية. انا كده خلصت، بس انت لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الحلقه دي ما عجبتكش اتفرج عليها تاني. سلام.